وهو إسورة خاصة بالقدم. في هذا اليوم يخرج العريس مع أصدقائه ولا يعود إلا بعد أن تتفرق النساء. أما الأزواج فهم يعرفون مسبقا أن عليهم تدبر شؤونهم وشؤون الأبناء هذا المساء. طقس التقييل عرض لأزياء العروس الوجدية، ففي كل طلة تحاول إبهار الحاضرين بأجمل وأرقى أنواع الثياب. والآن جاء دور الفستان القسطنطيني. يعتبر الزي القسطنطيني من أفخر الأزياء التي تسعى كل عروس امتلاكها، ويستمد قيمته من جودة الجوخ المستعمل في حياكته وجمال الزخارف الذهبية التي تزينه. تشبه عادات وأزياء الاحتفال بالزواج بالشرق المغربي نظيرتها بالغرب الجزائري، فالحدود الثقافية لا تعترف بالحدود السياسية. كما يبدو أن تأثير الأندلس والحضارة العثمانية التي حكمت الجزائر 3 قرون تركت بصماتها في الموروث الثقافي الجزائري الذي انتقل إلى المغرب بحكم الجوار، ويظهر هذا التأثير بجلاء في الزي والحلي.